السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من برنامجنا كلنا لبعض. نقدمها هذا اليوم وهي الحلقة الثانية، إن شاء الله تنال إعجابكم. حلقة طيبة إن شاء الله مع هذه الأجواء الماطرة الساحرة المقيمة بالقيوم إن شاء الله بإذن الله. الآن بدأنا نبعد عن أحد الأخوة. السلام عليكم أخي. شهر كريم. أهلا عليكم. كل عام وأنت بخير. صحة وسلام. كيف أخبارك في رمضان؟ إن شاء الله طيب. الحمد لله. الحمد لله رب. معنا فقرة اسمها كلنا لبعض، عبارة عن أسئلة وفيها هدايا. ممكن نسألك اسأل ونطلعها في جميع التواصل الاجتماعي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هذا أحد الأخوة إن شاء الله يحصل على جائزة طيبة. السؤال يقول: كم عدد الأشهر التي فيها 25 يوم؟ خيارات: شهر واحد، شهرين، 3 أشهر، كل الشهور لها 25 يوم. كل الشهور. متأكد؟ أيوه. فكر. كل الشهور. تطلع الإجابة غلط. بثبت. الإجابة أنا بثبت. الإجابة صحيحة، هي عبارة عن كل الأشهر فيها 25 يوم. لقد ربح معانا جائزة مقدمة من محلات حيدر الشفالي وأولاده، وهي عبارة عن سلة غذائية. ألف مبروك، لقد ربحت معنا جائزة مقدمة من محلات حيدر الشفالي وأولاده، وهي عبارة عن سلة غذائية. هذه هي السلة الغذائية، صور هنا. هذه هي السلة الغذائية، عبارة عن رز ودقيق وسكر وشاهي. ألف مبروك وجزاكم الله الف خير عن الفقراء في هذا شكرا الوضع لك. الذي نحن فيه. شكرا لك. جزاكم الله الخير. جزاك الله خير وشكرا لك، وكل عام وانت بخير. يا امان الله. معنا اخونا هذا وابونا هذا الطيب، سنساله عن احوال رمضان وعن هذه الاجواء الطيبه مع الشيخ عوض القلادي. نساله عن الاجواء الطيبه، امطار ورمضان والناس فرحانه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شهر كريم اخي عوض، كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. الحمد لله. حفظك ربنا يرعاك. كيف اجواء رمضان في يافع في هذه الاجواء الطيبه الماطره؟ والله المالك الحمد. أنا أقول لك أن هذه الأجواء يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى يعني علينا. رغم أنه أنا أقول لك أن في أماكن يعني الناس ظروفهم مع ظروفهم مع الحر مع هذه الأيام والله كثير لها. نعم. لكن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ونحمد الله سبحانه وتعالى عليها. يعني نحن افضل من الاماكن الحاره هنا بلاد بارده الحمد لله. وقال شوف برنامجنا هذا يقدم مساعدات ويحاول يساعد الناس ويقدم لهم شيء طيب. والله جزاكم الله خير. يعني هذا يعني يخفف من معاناة الناس رغم الظروف اللي مرها فيها. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وجزاكم الله خير. وهذه أفعال طيبة وإن شاء الله أنكم تستمروا فيها. وأي واحد تشوفونه محتاج ولا شيء يعني، بس برضه كمان لا تنسى اهل الخير موجودين في يافع الحمد لله. الحمد لله. يافع فيها اهل الخير كثير. وجزاكم الله خير من وان شاء الله وان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى انه يخفف على اهل اليمن كامل. ان شاء الله باذن الله. صعب بالنسبه يعني ظروف صعبه جدا. والله ينصرنا ومع ارتفاع الاسعار ومع هذه المشاكل والحروب، لكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرجها عن المسلمين جميعا وعن اليمن خاصه. امين يا رب. وبارك الله فيكم جزاكم الله خير. والله يبارك فيك يا شيخ. الله يرضى عليك. جزاك الله خير. السلام عليكم. ورجعنا لكم فقرة جديدة وحلقة جديدة ونبعد عن أحد السابقين ومعنا السابق. السلام عليكم أخي. السلام. كيف الحال؟ شهر كريم. علينا وعليك. كل عام وأنتم بخير. وحاج إن شاء الله. كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. والله تمام. الله يعافيك. معنا فقرة اسمها كلنا البعض. أيوة. أسئلة وعليها جوائز. أيوة. وستبث بالتواصل الاجتماعي. إن شاء الله. ممكن إن شاء الله. ممكن. جزاك الله خير. سنقدم لك سؤال. أيوة. السؤال يقول: ما هو الشيء الموجود منذ بداية الخليقة ولم يتجاوز عمره شهر؟ والله هذا سؤال صعيب لكن مفكر قليل لكن. ما هو الشيء الموجود منذ بداية الخليقة هذا والله يمكن ولم يتجاوز عمره شهر؟ والله شوف هذا صعب. هذا صعب. الخيارات: لكن نفكر. الصوت، الزمن، التقويم الهجري، القمر. يمكن القمر. إجابة ثبتها. أثبتها.
خلاص ما عارفين شنو ولا لا. بيروح عليك السؤال بتروح عليك الهديه. الله يفرح هو هو والاجابه صحيحه القمر. الف مبروك. الجائزه مقدمه من ابو جميل القلادي لبيع العسل. الف مبروك. قول العسل بس.